السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المهمة جدا، وهنتناول فيها الجزء الثالث من أدوية الضغط، وإيه هي أهم المواد الفعالة الخاصة بخفض ضغط الدم. وياريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. هنبتدي أول حاجة بعيلة الكالسيوم شانل بلوكرز، والأدوية دي بتمنع دخول الكالسيوم للسموث ماسل سيلز اللي بتكون موجودة في القلب والشرايين، لأن الكالسيوم لما بيخش جوه الخلايا دي بيزود من قوة الانقباض بتاع القلب. عشان كده لما بندي العيلة دي بتقلل الكالسيوم، وبالتالي هتقلل لي قوة الانقباض، بالإضافة إلى إن العيلة دي بتعمل ريلاكس وبتوسع الأوعية الدموية، وبالتالي هتقلل لي الهارت ريت وكمان بتقلل من ضغط الدم. طبعا الأدوية دي بتكون بوصف الطبيب المعالج بس. أول مادة فعالة معانا في العيلة دي وهي الأملوديبين، ودي بتنزل بتركيزات 2.5 مللي جرام، 5 مللي جرام، و10 مللي جرام. وأهم الأدوية اللي بتنزل في السوق منها الألكابريس، الأمايلو، الأملوديبين، الأملويست، الأنفاسك، الكارديوفاسك، المايودورا، النورفاسك، الريشكور، الفازونورم، والويندبين. ودي جرعتها بتكون من 5 مللي جرام إلى 10 مللي جرام يوميا، وبتكون بوصف الطبيب المعالج بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الفيلوديبين، ودي بتنزل بتركيزات 2.5 مللي جرام، 5 مللي جرام، و10 مللي جرام. وأهم الأدوية اللي بتنزل منها في السوق الفيلوديبين، الهيلث بلند، البلندل، والبلينتوبين. وجرعتها بتكون من 2.5 مللي جرام إلى 10 مللي جرام يوميا، وطبعا بتكون بوصف الطبيب المعالج بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي النيكاردبين، ودي بتنزل بتركيزات 50 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي البيلكارد اس ار، وجرعتها ووصفها بيكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي النيفيديبين، ودي بتنزل بتركيزات 10 مللي جرام، و20 مللي جرام، و30 مللي جرام، و60 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الأدالات LA والإبيلات، وجرعتها بتكون من 30 مللي جرام إلى 60 مللي جرام يوميا، وطبعا بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي اللاسيديبين، ودي بتنزل بتركيزات 2 مللي جرام و4 مللي جرام. وأهم الأدوية اللي بتنزل في السوق منها هي اللاسيداك واللوديبين، وجرعتها بتكون من 2 مللي جرام إلى 4 مللي جرام يوميا، وبتكون تحت الإشراف الطبي بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الفيراباميل، ودي بتنزل بتركيزات 40 مللي جرام، 80 مللي جرام، و120 مللي جرام، و180 مللي جرام، و240 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الكارديوميل، الأيزوبتين، الفيراتنس، والفيراباميل. ودي جرعتها بتكون 80 مللي جرام كل 8 ساعات يوميا، وممكن تزيد أو تقل عن كده كمان، لكن طبعا بتكون تحت الإشراف الطبي بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الدلتيازيم، ودي بتنزل بتركيزات 60 مللي جرام، 90 مللي جرام، و120 مللي جرام، و180 مللي جرام، و240 مللي جرام. وأهم الأدوية اللي بتنزل في السوق منها هي الألتيازيم، الديليتيازيم، الدلتيازيم، التلزيم. ودي وصفها وجرعتها بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. خد بالك بقى إن في بعض الشركات ممكن تحط بعض عائلات من أدوية الضغط مع بعض، زي إنهم يحطوا عيلتين مع بعض، أو ممكن كمان يحطوا 3 عائلات مع بعض، زي مثلا إنهم يحطوا عيلة الكالسيوم شانل بلوكرز مع عيلة الإيس انهبيتورز، زي مثلا إنهم يحطوا مادة الأملوديبين مع مادة البريندوبريل. ودي هتلاقيها بتنزل بتركيزات 5/5، 5/10، 10/5، و10/10. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الأملوفيران، الأنكافاز،
الكوفابريندو والكوفيرام، وجرعتها بتكون بوصف الطبيب المعالج بس. أو إنهم يحطوا مادة الأملوديبين مع مادة البينازيبريل، ودي بتنزل بتركيزات 2.5/10، 5/10، 5/20، و10/20. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الأملو إيس، اللودلس، الماجنتريل، والنورفابريل، وجرعتها بتكون بوصف الطبيب المعالج بس. أو مثلا إنهم يحطوا مادة الفيلوديبين مع مادة الراميبريل، ودي هتلاقيها بتنزل بتركيزات 2.5/2.5، و5/5. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي ترياكور، وجرعتها بتكون بوصف الطبيب المعالج بس. أو إنهم يحطوا مادة الفيراباميل مع مادة تراندولابريل، ودي هتلاقيها بتنزل بتركيز 1 وهو 2/180، وهتلاقيها في دواء واحد بس وهو التركة، وجرعتها بتكون بوصف الطبيب المعالج بس. في بقى بعض الشركات ممكن تجمع بين عيلة الكالسيوم تشانل بلوكرز مع عيلة البيتا بلوكرز، زي إنهم يحطوا مادة الأملوديبين مع مادة البيزوبرولول، ودي هتلاقيها بتنزل بتركيز واحد بس وهو 5/5. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الكونكور أملو، وجرعتها بتكون بوصف الطبيب المعالج بس. أو إنهم يحطوا مادة الفيلوديبين مع مادة الميتوبرولول، ودي بتنزل في دواء واحد بس وهو اللوجي ماكس اس ار، وطبعا جرعته بتكون بوصف الطبيب المعالج بس. أو إنهم يحطوا مادة النيفيديبين مع مادة الأتينولول، ودي هتلاقيها في دواء واحد بس وهو التينوليت اس ار، وجرعته بتكون بإشراف الطبيب المعالج بس. خد بالك برضو إن في بعض الشركات بتجمع بين عيلة الكالسيوم تشانل بلوكرز وعيلة الأنجيوتنسين 2 بلوكرز، زي مثلا إنهم يحطوا مادة الأملوديبين مع مادة الفالزرتان، ودي هتلاقيها بتنزل بتركيزات 5/160، و10/160، و5/320، و10/320. وأهم الأدوية اللي بتنزل في السوق منها هي الألكابريس بلس، الأمايلو بلس، الأفيفا فاسك، بلوكاتينس، الإليموليفان، والإكس فورج، والموليفارت، والنكسبريس، والزارلوديب، والزيتا كاردوفال، ودي جرعتها بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. أو مثلا إنهم يحطوا مادة الأملوديبين مع مادة الأولميزارتان، ودي هتلاقيها بتنزل بتركيزات 5/20، و5/40، و10/40. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الإرستابيكسكو، وجرعتها بتكون بوصف الطبيب المعالج بس. أو إنهم يحطوا مادة الأملوديبين مع مادة التلميزارتان، وهتلاقيها بتنزل بتركيزات 5/40، و5/80، و10/80. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي تونستا، وجرعتها بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. خد بالك بقى إن في بعض الشركات ممكن تحط لك عيلة الكالسيوم شانل بلوكرز مع عيلة السيازايد ديوريتكس، وكمان تحط لك معاهم عيلة الأنجيوتنسين 2 بلوكرز، زي إنهم مثلا يحطوا مادة الأملوديبين مع مادة الهيدروكلوروسيازايد ومادة الفالزرتان، وهتلاقيها بتنزل بتركيزات 5/160/12.5، و10/160/12.5، و10/160/25. وأهم الأدوية اللي بتنزل في السوق منها هي الإكس فورج اتش سي تي، وجرعته بتكون بوصف الطبيب المتخصص بس. أو إنهم يحطوا مادة الأملوديبين مع مادة الأولميزارتان ومادة الهيدروكلوروسيازايد، ودي هتلاقيها بتنزل بتركيزات 5/12.5/20، و5/12.5/40، و5/25/40، و10/12.5/40، و10/25/40. وأهم الأدوية اللي بتنزل في السوق منها هي الأملوسازايد، الأفيروسازايد، الإرستابيكستيريو، المارفيتنس، والتريباتنس، وطبعا الجرعة بتكون بوصف الطبيب المعالج بس. وبكده نكون لخصنا أدوية الضغط كاملة في 3 حلقات، وأتمنى بجد إنكم تكونوا استفدتوا منها وفرقت معاكم. ويا ريت لو الحلقة دي عجبتك إنك تشيرها لكل زمايلك علشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير في تدريبهم الصيدلي. وفي النهاية، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.